سيداتي الإيجيبسيات، أوانسي المصريات، وسادة الجزائريين، السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم داخل أو خارج الوطن إلى نشرتكم المفضلة. زلزال عنيف في أرضية الخرطوم، حيث يشير اللوح الإلكتروني إلى 1.0 على سلم ربح سعدان. والحمد لله هذه الكارثة لم تلمس الجزائريين الموجودين في أرضية السودان في 18 نوفمبر 2009. كل الضحايا هم مصريين: حسني مبارك، فوتريكا أرض الحقرة، ليلى علوي، والصحافة المصرية تروي وتروي وتروي ثروتك بأن هذا ليس زلزال من نوع ربح سعدان، بل صاروخ من نوع عنتر يحيى. لذا رفعت هذه القضية لدى هيئة الأمم المتحدة أونيو بأن الجزائر استعملت أسلحة التدمير الشامل، وأعلنت بأن مصر لم تعد تشارك في أي مظاهرة ثقافية أو رياضية كانت أمام الجزائريين. والجزائر تقول المهم هو ليس المشاركة بل الفوز. مهما أنكم استعملتم سياسة الحجارة أو القردة، الجزائر وقفت وما زالت تقف في كل المواقيت الحاسمة. وحسب إحصائيات الخبراء في علم الزلازل يقال أن زلزال من هذا النوع يقدر يلمس أي ملعب كان. فالجمهور المصري وجب عليه أن يتابع أحداث جوهانسبورغ في جوان القادم على شاشته الصغيرة. أما الجزائر ستدخل المونديال من باب كبير، كما يقال: ابكي يا المصري الألجيري كاليفيه.